هلا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كله بخير. اليوم عندنا ثوب أبو المسطرة. آه عندنا هاي القطعة أقل المترين ونص. فأني قسمتها نصين، يعني هسه هي حاليا قطعتين صايرة، هاي قطعة وهاي قطعة. تمام. وهنا طبعا القطعة مغسولة ومكوية. هنا طلعت واحدة من القطع، طلعت إصبعين أو سنتيمين بالفيتة. هنا عندنا راح يكون تطعيم سادة بالردانات، وراح نجي نفصل. حضرنا المقاس، حضرنا الفيتة، هذني الدنابيس. نبلش نسوي القياسات. هنا بنات قلت لكم قطعة مطبوقة. عرض الأكتاف 40، عندي هنا 20، خليت دبوس من هنا لهنا 20. هذه المسطرة نهائيا ما نقرب عليها ولا نقيس عليها، من هنا لهنا 20. نجي من الكتف لحد منطقة الصدر نقيس. عندنا هنا 30، من الكتف منطقة الصدر عندنا 30. نجي محيط الظهر على الصدر، نخلي يعني همينة دبوس. من قلت لك من محيط الظهر على الصدر نخلي دبوس هنا قياس 33. قلنا من الكتف للصدر 30 حسب الجسم بنات، حسب الجسم يعني الزبونة اللي تجيكن. تقيسين بالفيتة وتسجلين بالورقة راح تعرفين القياسات. قلنا من هنا لهنا، من هنا لهنا 30. والمحيط الظهر على الصدر هنا 33. قلت لك البنات حسب الجسم اللي يجيكن. هسه نفصل. شوفوا البنات، هسه أني فصلتها. تبدين شوية من هنا عادل، وبعدين تجيبينه مثل الأرض. بالفيديو السابق قلت لكن نهائيا لا تقربن على الدبوس، يعني مجرد تخلينه قدام عينك منطقة الصدر، يعني ما ترحين عليه. شوفوا البنات، هاي من هنا 4 أصابع ومن هنا 5 أصابع، لأن هي صاحبة الثوب سمينة، ويعني منطقة الصدر عندها كلش كبيرة، فلازم هنا ما تقربين تحفرين هيك عدل، لا، من هنا شوية عدل ومن هنا يعني أنا فصلت والدنابيس على حطيتها، ومن هنا فصلت لحد نهاية الكلوشة. جبتها مثل المثلث. شوفوا البنات للنهاية، ونهائيا ما أفصل من جوا لحد ما أكمل خياط. يلا أفصل لين حتى تطلع عندنا الزوائد. هنا راح نحفر الرقبة والكتف. هنا بنات حفرت ويا المسطرة، حفرت 4 أصابع. وهنا الكتف همينة حفرته، من هنا أصبع ومن هنا أقل، يعني ما أجيبه عدل، أجيبه بميلان. من هنا شوية وأنزل تقريبا سنتين. هسه نروح للماكينة. شو نسوي؟ هذه ما يحتاج لها لاصق. راح نروح نخيط المسطرة، نخيطها تقريبا أصبعين لحد النهاية. يلا نروح للماكينة. هنا بنات بعد ما خيطت المسطرة، شوفوا البنات شلون عدلة. بعد التبكيت تخليها يمنى، تخليها يسرى، تردين تفتحين المسطرة وتكويها
تصير بالوسط اللي يعجبك. انت شنو تبديها؟ هسه راح نرجع شو نسوي؟ نحفر منطقة الصدر. احنا بس حفرناها 4 أصابع مثل الظهر. راح نرجع. تردينها مربعة، تردينها دائرية، انت بعد بكيفك. انا راح احفرها دائرية. شوف البنات، حفرت تقريبا 15 سنتيم، وراح تجي الكفة تقريبا 16 سنتيم من الكفة. هسه راح نسوي تحشاء منطقة الصدر ومنطقة الظهر. هنا بنات سويت الحشوة مال الظهر والصدر. هسه راح أخيط مال الظهر ونوخرها على صفحة. بعد ما خيط مال الصدر راح أبلش أقرضهن، أقرض الصدر والظهر حتى أخيطهن سوا. هاي بعد ما قرضتها قلبتها وخيطتها كلش حلوة عدلة. راح أطبق الظهر ويا الصدر. هنا بنات راح نفصل الردانات. قلت كان عندي هاي نص مترة سادة، وراح أطعمها من الأمام، وراح أسوي هنا همينة من فوق بالردان هم راح أسوي تطعيم. هسه أشوفكم. هسه خلي نفصل الردان. أسرع على الماكينة وأشوفكم. هنا بنات هذه وسطة الردان، وسطة الكتف. شوفوا حتى قرضتها. وعندي هنا هذه مسطرة 4 أصابع. راح أطبقها طبقتين، وراح أخلي مو بالوسط، راح أبعد إصبع وأخيطها من الطرف للطرف، وبعدين أجي أطبقها هيجي راح تصير بالوسطة. شوف البنات، هاي خليت تطعيم من الأمام. انت بكيفك تريد تسويها عدلة، تريدين تسوين بيها هيجي مثلث، انت تتحكمين بيها. وهنا أنا خليت تطعيم اللي قلتلكن عليها المسطرة. شوف البنات كلش حلوة. شوية شوية الإضاءة لأن أني بالليل دا أخيط. إن شاء الله من أكملها راح أشوفكن إياها. وهنا كملت الجلبية أو الثوب. شوفوا بنات كلش حلوة. استخدمتها لأني هي ما ردت دقم كبار، موالمة ويا اللون. هنا خلينا تطعيم مسطرة، وهنا خلينا بالنهاية همينة تطعيم. وكلش حلوة صارت من جوا كلوشة. لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع ألف سلامة.